فهمتوا؟ باش ماشي خلاص مثل قال يلا احنا كنا نعمروا الجوامع كنا في سبيل الله نروحوا للجنه، ولكن لا، صحيح رانا معمرين الجوامع، ولكن لو كان نعودوا ننفضوا في الناس اللي راهم معمرين الجامعه تاع الصح يا ربي نطلعوا 10 ولا 20، صح ولا لا؟ لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم انتبهوا جيدا، يقول علينا احنا يوم القيامه، قبل يوم القيامه علينا احنا في اخر الزمان، علينا احنا واش يقول؟ يقول الناس اسمعوا، الناس في اخر الزمان كإبل 100 لا تجد فيها راحلة. والله الذي لا إله إلا هو أنه يتكلم علينا بالغ في نهار اليوم، يلا باش ما نبالغش. وشنو معنى الحديث هذا؟ يقول لك الناس في آخر الزمان كإبل 100، يعني بحال زريبة نتاع الجمال. لما الانسان يخسر في الزريبه هذيك يفرح، يقول هذه زريبه صح، هذو جمال صح، لو كان عندي ولا ندبر واحد نركب فوقه باش نسافر. ولكن لما يبحث ما يلقى حتى راحله في الوسط. واش معنى الراحله؟ واش معنى الجمل؟ الجمل هو الذي يصلح لحمل الاثقال، بينما الراحله هي التي تصلح لحمل الاثقال وفي نفس الوقت لاجتياز المسافات الطويله. قال الناس في اخر الزمان يقول له كي الزريبه نتاع الجمال تفرح بها، ولكن لما تحوس على جمل فارس يركبك باش تروح بعيد ما تلقاش غير يمشي بك متر ويحبس، معمر بشحم مكروس ما يتحرك ولا شيء. فهمنا كيف؟ هكذا اخر الزمان قال تشوف الناس الله يبارك عراف لما تجي تخلخلهم في سبيل الله كل واحد يتكمش ويروح لداره ويغلق الباب على روحه ويبدا يطل من فوقها. هذه لا فيها الان، ويقول الله اكبر. واش بالله اكبر يا اخي؟ الله اكبر لا مدلول. هذه الآن اللي انطبقت علينا. فهمنا كيف؟ لو كان احنا رانا مسلمين، انا نعطيكم غير مثال واحد. احنا الان لو كان رانا نقولوا احنا مسلمين ورانا نقولوا صحيح ماشي كيما وصفنا الرسول صلى الله عليه وسلم باللي اخر الزمان يولوا الناس كي الابل 100 التي لا تجد فيها راحله. فهمنا كيف؟ تجد الناس كثيرين ولكن الغله ما كاش. انا نقول لكم في الجزائر خاصه والله الذي لا اله الا هو، لو كنا مسلمين حقيقيين، لو كان احنا مسلمين حقيقيين كل واحد منا يقول انا نشر الفلاني ما نشريش كيلو لحم، 15,000 نحطها في الصندوق تاع البلديه. فهمنا كيف؟ ونحطوا الدراهم تاعنا كل شهر كل واحد منا ما يشريش كيلو لحم، وكل مؤمن منا ويديروا صندوق تاع الاسلام واقفين عليه مؤمنين. ما يدور القطر الجزائري كله لو جمعنا الملاير، كي نجمعوا الملاير نخدموا بها البلاد، لان البلاد مع الخدمه، البلاد مع المؤمن. احنا نديروا كراع فوق كراع ويجوا الرمل يفرقوا له قدام باب داره يقول لك ما جاوش يخدموا. واش تبغي نكنسوا لك الكوزينه؟ تبغي ندخلوا للداخل؟ واش تبغي يا اخي العزيز؟ الاسلام لازم نتعاونوا عليه، ماهوش الاسلام هو نتلماو في وسط الجماعه نبداو نهضروا ولا نصلوا. الاسلام معاونه. وقلت لكم انا في الدرس السابق دوله اليهود باش قامت يا اخواني الكرام؟ والله ما قامت الا بالمال والرجال. والا الان وخذوا لليهود الان وراهم، تدروا الان اليهود وراهم. لو كان نقول لكم وراهم تتعجبوا. اليهود بمثابة يعني ناس دخلوا لوسط الساحة تاعك وسكنوا. تعرف والله الذي لا اله الا بمثابة رجل متعنت دخل الساحة تاعك وسكن. خرجوا انتيا هكذا راه. يلا شوفوا اليهود شكون يدور بهم. الدور بهم منا مصر، يدور من فوق لبنان، يدور منا سوريا، يدور منا الاردن، يدور منا العراق، يدور منا الخارج والسعوديه، ساكنين في وسطنا. ورجال قال لك بلادنا ونجسوا، خرجوا من تايا. فهمنا كيف؟ لان دخلوها بالمال ودخلوها بالدراهم وساكنين في الساحه تاعنا وما استطعناش نحركوهم. فهمنا كيف؟ لماذا؟ لان احنا عاطينا غير للسان. اليهود الان نبهكم الان اليهود ولك دولتهم عظمى، دولتهم عندهم الفلوس، عندهم 180 قنبله ذريه داخله تحت الارض مخبيينها 20 متر تحت الارض. فهمنا كيف؟ وخادمين الخدمه اللي ما يعلم بها الا الله. وخبروني ان الناس ثقات عايشين ثم كل عام نلتقي بهم يقول لي لكان العماره بناها اليهود فيها 20 طابق يلزم 20 طابق تحت الارض، فيها 4 طوابق يلزم 4 طوابق تحت الارض. فهمنا كيف؟ والمصانع الذريه الضخمه تحت
تحت الارض، والمصانع كامل الهامه تحت الارض. اليهود باش داروا للان عندهم الفلوس، عندهم كل شيء، ولكن كل شهريه ينقصوا له 10,000 ولا 20,000. ما يهدرش اليهودي، تروح قبال البيت المال نتاع اليهود، تروح للخزينه نتاع اليهود يقول نعم، لان ذيك 10,000 يحموا لي بها ويحموا لي داري ويحموا لي رزقي، فمنها كيف ونطلع بلادي ونطلع اعلامي. ولكن احنا لا نحسب هذا الاسلام كي شغل التبروري ينزل فوقنا، فمنها كيف واحنا نايمين. هذا كله غلط يا اخواني الكرام. وقلت لكم دائما اليهود والله ما اقاموا دولتهم الا بالرجال والا بالمال. ونعطيكم يعني قصه معليش باش تفهموا الاسلام مليح، باش غدوه من غدوه يدعونا اولي الامر المسلمين الحقيقيين الى التبرع والى البذل والسخاء، فنعطي ونجعلها يعني ننزعها من قلوبنا ومن افئدتنا. انا اقول لكم قصه قصها لنا عالم من كبار العلماء مات رحمه الله، وهو وقعت فيه هو بنفسه، ألا وهو الدكتور تقي الدين الهلالي، عاش 110 سنوات ودرسنا في المدينة المنورة رحمه الله تبارك وتعالى رحمة واسعة، ورحم الله جميع علماء المسلمين. هذا الراجل عالم فاضل كبير، كان مرة في ندوة من الندوات الإسلامية في بريطانيا، قال هذه قبل بعد سنة 48 بعد ما اليهود داروا دولتهم. معليش خليني نطول عليكم باش تستفادوا، والله خلينا نأذن وبعدين نكمل. كان في بريطانيا في ندوة علمية إسلامية هناك، قالوا كان معاه واحد مسلم أخوه يعني يتجول به في البلاد هكذا، قال حتى وصلنا إلى مكان بغينا نقطعه، قالوا وقفنا باش نقطعوا الطريق، قالوا إذا جات عجوز شمطاء ترتجف وعندها عكازة وقفت معاهم. قال لما أعطتهم الإذن الإشارة باش يقطعوا، أمسك العجوز هذيك من العصا تاعها وقطعها للناصية الثانية، قالت له شكرا وراحت. فهمنا؟ قال له هذاك اللي معاه صاحبه ثم عايش في بريطانيا، قال له هذه العجوز اللي قطعتها تعرفها شكونها؟ قال له نعرفها. قال له عجوز درت فيها خير، مرأة مهما كان إنسانة، عجوزة كبيرة قطعتها والسلام، ما نعرفها قصتها ولا نعرفها. قالوا لي عارف بلي ما تعرفهاش، ولكن انا نبهتك باش نفهمك هذه المراه شكونها. قال له هذه المراه هذه صاحبة الملكة فيكتوريا. فهمنا كيف؟ الملكة اللي تحكم في بريطانيا، التي كانت بريطانيا كما قال المؤرخون ممتلكاتها لا تغيب الشمس عنها. فهمنا كيف؟ من نص العالم ماسكاته بريطانيا، من افريقيا حتى للهند حتى الباكستان حتى الدنيا كلها لا يحدها الا الاتحاد السوفيتي والصين، هذه اللي ما وصلتش ليه، والباقي كله تاعها. شكون تحكم فيها؟ تحكم فيها امرأة فيكتوريا، ملكة فيكتوريا. قال له هذه المرأة هذه العجوز اللي لايمتها وديتها وقطعتها، قال له هذه صاحبة الملكة فيكتوريا. قال له هذه يهودية. قال له هذه لوردة، وكاين اسامي عند البريطانيين كلمة اللورد وكلمة الكونت وكلمة السير والهاميلتون، وهذه كلها يعني على تطلق على الناس اللي يكونوا كبراء في الاموال، يكسب 1000 هكتار فما اكثر، اللي يلبس اللي عنده 1000 هكتار فما فوق يعطوا له واحد الاسم معين. قال له هذه كانت لوردة، يعني مرأة مترفة عندها فلوس ما يعلم بها الا الله، وعندها الهكتارات اكثر من 1000 هكتار. قال له لما قامت الحرب نتاع 48 بين العرب وبين بين اليهود، واليهود بداوا يكونوا في دولتهم، ناضت هي سمعوا مليح، يلا راكم تبخلوا بالالف والالفين وتظلوا تتكلموا على الاسلام وتصلوا. فهمنا؟ هذه اليهوديه الغنيه الملياره راحت دار القضاء ودات الاوراق تاع الممتلكات تاعها كلها، الشيء اللي تكسبه كله دات الاوراق تاعه وراحت للقاضي، قالت له اكتب باللي المال تاعي كله يروح لدولة اليهود، ما يبقى لي ولا شيء. قال هذاك القاضي قال انت امرأة كبيرة، واحنا يعني معروف في الانسانية على انك امرأة كيما انت في الجاه وفي كذا، ما ينبغيش باش ندوك كي تكبرين ندوك للملجأ تاع العجزات تعيشي، لأنها عيب امرأة مرفهة في الاخر ندوها، وانما خلي دار وخلي شوية فلوس باش تعيشي حتى تموتي، ما نحطوكش في الملاجئ تاع العجزة. واش قالت له اليهودية هذه؟ قالت له قلت لك جميع الاموال تاعي يروحوا لليهود، يروحوا للدولة تاعي،
قالت له وانايا عندي صحاباتي لو كان نبدا كل نهار نريح عند وحده ما نكملهمش حتى نموت. قالت له كل نهار نبات عند وحده حتى نموت والمال تاعي ما نخلي والو، ونحت الخواتم تاعها في اخر الامر كل شيء. قالت له كلش نخليه. قالت له اهم حاجه عندي عزيزه عليا هو لما يطلع علام اليهود ونشوف دولتي قامت وانا حيه نموت مرتاحه. فهمنا كيف؟ شكون هذه؟ هذه يهوديه يا اخواني الكرام. شوفوا واش دارت ومرأة، شوفوا واش دارت. وانا نتكلم لكم حاجه شفتها بعيني ما قالها ليش واحد، قريتها في الصحف وحدي. سنه 74 كنت في مصر في الازهر على اساس دراسه هنا، وكانت الحرب تاع 73 مرت عليها سنه، وداروا معرض هناك في مصر على اساس حاربنا ما حاربنا وكله كلام لا، كله ما عنده حتى اساس. المهم بديت نطلع في الصحف هكذا، هي مصر لما بدأت تحارب معاهم ناضوا العرب قالوا مصر نزلوا عليها مصر كذا، لموا الدراهم ما لموا الدراهم، بداوا لموا شحال لموا حوالي الصحف على ما قالت حوالي 84 مليار عرب كلهم بما فيهم دول الخليج السعودية كلهم. سمعتوا؟ هذه شفتها بعيني ما قالها ليش واحد في الجرائد. الصحيفة واش قالت؟ يهودي من الامريكان اللي هو روكفيلر اكبر اغنياء العالم، الحديد في العالم ويتحكم فيه، الجبال يتحكم فيها، يخرج الحديد ويبيع للناس، هو روكفيلر هو والعائله تاعو. بدا يقرا في الجرايد باللي مصر لموا لها العرب والمسلمين 84 مليار، بدا يضحك قال ماذا ما كان العرب تلموا كامل ولموا 84 مليار. جبد دار يدو في جيبو، جبد كما تقولوا انتم الكارني تاع الشيكات سنيا 84 مليار لليهود. قال يهودي واحد يعدل العرب والمسلمين كلهم. فهمنا كيف؟ هاك هي دولتي 84 مليار واعطاها لها. والله لما قريتها غير بكيت، قلت انا شوف وضع المسلم وعندنا ماشي ما عندناش، ولكن وين راي؟ اولا اتصال مدخوبه انت تعمر منه ويتسيل من تحت كي كسكاس وين تحط، ولكن هما الى حطوا يلقاو ما ينجبش يحطوا ويقول اليهودي الفلاني اداها ولا سرقها. يلا راكم تقراو كل يوم الصحيفه تتكلم، واليهود لو كان لقينا نمشي غير قد هكذا نكشفوهم وماذا بينا نطولوا بهم. كاش مره سمعتوا باللي وزير اليهودي الفلاني سرق كذا مليار وكذا وفضحوه وشارعوا له، ما سمعناش حتى الان ما سمعناش. صحيح يتهموهم ولكن الحقيقه ما كاين شيء. بينما تعالى كرت العرب وتشوف شحال غير اللي داي بالبوطه تاع ضرب واش درنا سيدي؟ ما درناش راح نبنوا لكم البلاد. فهمنا كيف؟ وهكذا. اذا يا اخواني الكرام باش تشوفوا فهمنا كيف. لذلك يا اخواني الكرام اعطيت لكم مثال دولة من الباطل، دولة اليهود دولة باطلة مبنية على الظلم، مبنية على الغدر، مبنية على الخديعة، ولكن لما نوت ان تفعل شيئا قد فعلت. والحق يا اخواني الكرام، وقلت لكم دائما حاجه ديروها نصب اعينكم، ان الباطل الى تلم وتحد يدير حاجه، والحق الى تفرق ما يدير حتى حاجه. فهمنا ولا ما فهمناش؟ الله تبارك وتعالى يجعلنا واياكم من اهل الحق ان شاء الله.